في المختصر الذي يحدث في الجزائر هي مسيرات كبيرة جدا تأتي ضد العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية. الجزائر تعرف يوم 18 نيسان انتخابات رئاسية. في هذه الانتخابات الرئاسية ترشح لها مرة أخرى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وهذا الرئيس مريض جدا ولا يستطيع القيام بأي شيء، وهو الآن أصلا في مستشفى في سويسرا في جنيف يعالج هناك. فدفعه بالترشح به مرة أخرى جعل الشارع يثور عليه، وجعل مسيرات كبيرة جدا تكون في الشارع، يعني ترفض هذا الجنون الذي تريد السلطة القيام به، بحيث أنهم يريدون رئيسا مريضا لا يقوى على شيء. فالشعب رفض هذا. الآن هناك تقريبا المسيرات هذه منذ أسبوعين تكون مستمرة خلال طول الأسبوع، ولكن يوم الجمعة هو موعد المسيرات الكبيرة، بحكم أن الجمعة تعطيل عندنا في الجزائر. فبعد صلاة الجمعة تنطلق المسيرات من المساجد كلها حتى ترفض العهدة الخامسة، وتقول أنه لا نريد العهدة الخامسة هذه بأي شكل من الأشكال. إلى حد الآن لم يحدث شيء من طرف السلطة، بحيث أن السلطة لم تقل نعم أو لا. هي لا تزال تريد أن تناور وتربح وقت، ولكن الشعب ثائر جدا. المسيرات سلمية جدا جدا رائعة، ما فيهاش ولا إصابة تقريبا، أو بعض الإصابات الخفيفة. وفيها أيضا حالة وفاة واحدة جاءت نتيجة للتدافع بين الناس فقط. يعني الأمن والجيش يتعاملون باحترافية مع المتظاهرين، ما فيش ولا إشكال ولا مشكلة إلى غاية الآن. هذا بشكل عام الموضوع. بالنسبة للأحزاب السياسية، كبرى الحركات الإسلامية في الجزائر حركة مجتمع السلم كانت مترشحة عن طريق رئيسها الدكتور عبد الرزاق مقري، ولكنها تراجعت وسحبت ترشحها بعدما ترشح الرئيس. فنحن في حركة مجتمع السلم نرفض أن نكون جزءا من عملية سياسية لا تمت للديمقراطية بصلة. نحن نريد أن تكون العملية السياسية ديمقراطية، أن تكون الانتخابات ديمقراطية، وترشيح الرئيس وهو في هذه الحالة هذا دليل قاطع على أنه لن تكون هناك ديمقراطية، وسوف يكون هناك تزوير، وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا. فنحن قبل 3 أيام أو 4 أيام أعلنا بشكل رسمي أننا جزء من هذا الحراك، وانضممنا إلى هذه المظاهرات وهذه المسيرات بشكل رسمي، وأبينا أن نشارك في عملية سياسية نحن متأكدون من نتائجها قبل انطلاقها أصلا. فهذا هو الموضوع، وهذا هو موقفنا في حركة مجتمع السلم. أيضا تقريبا معظم الساحة السياسية في الجزائر بعدما رأت موقفنا ساندتنا وسحبت مرشحيها. هناك بالطبع بعض المرشحين، ولكن هم أسماء صغيرة جدا، يعني نحن متأكدين أنهم لن يحصلوا على أي أصوات. فنريد الآن أن نفعل مادة في الدستور تسمى المادة 102 التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرضه. الآن جمعة غدا سميناها جمعة 102 أي جمعة مطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تعني بشكل مباشر إيقاف العملية الانتخابية وتأجيلها لمدة 3 شهور، حيث يعزل رئيس الجمهورية بسبب حالته الصحية المرضية، وتعاد العملية الانتخابية من جديد. هذه هي أهم مطالب الشعب. الشعب لا يطالب بإسقاط النظام، الشعب يطالب ببناء النظام، الشعب يطالب بإسقاط العهدة الخامسة، بتوقيف العهدة الخامسة للرئيس، وإقامة رئاسيات ديمقراطية يعبر فيها الشعب حقيقة عن خياراته، ويرشح ويزكي وينتخب من يرى فيه خلاص البلاد من المشاكل والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكثيرة. وأيضا ليكون الرئيس سدا منيعا، هو كمؤسسة الرئاسة يكون سدا منيعا أمام كل محاولات التدخل الخارجية، والتي بدأنا نرى أماراتها من خلال بعض وسائل الإعلام الآن، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والعربية وغيرها صارت تتكلم عن المسيرات هذه وتدلو بدلوها هي أيضا، وتحاول أن توجهه في وجهات الشعب لا يريدها،
والشعب لا يتمناها تماما. فنحن لا نتحدث عن إسقاط النظام، نحن نتكلم على أن هناك حراك شعبي راقي جدا ليس إسلامي، والإسلاميون يشكلون جزءا عاديا منه مثل كل القوى السياسية الأخرى. نريد حراكا سياسيا سلميا من خلاله نقوم بعملية انتخابية حرة ونزيهة، وننصب رئيس جمهورية يليق بدولة مثل الجزائر. هذا بصورة مختصرة الذي يدور عندنا في الجزائر. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير، وجزاكم الله خيرا. والسلام